عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة وسلامة. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية بالخير وبالسعادة وبالرضا. ربنا يا رب يهدينا ويشفينا ويشفي كل مريض ويصلح حالنا، اللهم امين يا رب العالمين. يوم جديد وفيديو جديد ويوم كله نشاط ويوم كله طاقة إيجابية وحسن الظن في الله إن اللي جاي يكون أحلى بإذن الله. بما إننا كده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ما تنسناش في اللايك وبالاشتراك لو لسه ما اشتركتيش يا ست الكل. يسعدني ويشرفني انك تشتركي معانا في القناة وتفعلي زرار الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل فيديو او بوست انا هنزله معاكم الفترة اللي جاية. هنعمل مع بعض النهاردة فيديو حلو جدا وفيديو بسيط. شايفين بسم الله ما شاء الله معايا كمية بامية محترمة. التفريزات ديت يا بنات بستنى لحد ما الحاجة يكون سعرها كويس وببدأ في التفريزات بتاعتها. هتقولي للسنة، هتقولي لرمضان، والله احنا بنعملها لظروف طارئة، بتبقى تيجي في اوقات في السنة ما بنلاقيش الحاجة في اوانها، تمام؟ فبتكون عندك في الفريزر، وبرضه ما تعمليش كميات كبيرة علشان ما تركنش عندك، تمام؟ انا معايا كمية من البامية، هتقولي فيها كبيرة وفيها صغيرة، انا بحب اساسا البامية الكبيرة، ما بحبش البامية الصغيرة، تمام؟ هفرز معاكم كمية البامية ديت بطريقة حلوة جدا جدا لرمضان بقى للسنة، زي ما ربنا يريد بيها هنعملها. ما تنسوناش في اللايك وفي الاشتراك يا حبايب قلبي، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. اخواتنا في غزة ان ربنا يا رب يفك كربهم وينصرهم على من يعاديهم ويشفي مرضاهم اللهم امين، ويفك اسرهم ويرد اعتبارهم يا رب اللهم امين يا رب العالمين. يا رب يكون لهم نصر عزيز المقتدر يا رب اللهم امين. تعالوا مع بعض بعد ما شفنا الباميه، طبعا انا همسك كميه الباميه اللي معايا ديت هغسلها غسله كويسه قبل ما اجمعها، تمام؟ لازم الباميه تغسليها غسله كويسه قبل ما تجمعيها علشان التراب بتاع الارض، تمام؟ تعالوا بقى عشان نشوف الفطار بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. صلوا على النبي، صلوا على النبي. اللي بيحب النبي صلى عليه، واللي بيحب النبي يدعي لي دعوه حلوه كده من قلبه ويكتب لي تعليق حلو في الكومنتات. هعمل فطار النهارده، معايا بطاطس مجشراها ومشرخاها كده زي ما انتم شايفين عشان هعمر بطاطس، هحمر باذنجان، هعمل فول بالطماطم وهقطع خيار وطماطم، ومعايا كيس لبن هنغليه هيفك من الفريزر، وهشوف وهوريكم شكل فطارنا. بس انا هغسل الباميه وهنرجع مع بعض عشان نجمع الباميه ونشوف هنفرزها ازاي. ما تنسوش اللايك وما تنسوش الاشتراك في الفيديو. بحبكم في الله حبايبي، احلى اخوات واحلى ناس. ربنا يا رب يديمكم نعمه في حياتي ويخليكم ليا ويزيدكم يا رب من نعيم الله وفضله. عملتها في تجهيز الفطار، تشوحت كده الفلفل بالطماطم بالكزبره وبالشطه وبالكمون مع بعض، ونزلت عليهم بكيس الفول اللي معانا وهنعمله، تمام؟ هاخد معايا كيس اللبن اهوت، فضيته علشان هغليه لانه كان متفرز فسيبته مفك شويه، وبعد كده هحطه على النار، تمام؟ هغلي اللبن وهنحمر البطاطس ونفطر، وبعد كده نرجع للباميه بتاعتنا. حبايبي بحبكم في الله، وصلوا على النبي كتير 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 في الكومنتات. بحبكم في الله، وتابعوا معايا الفيديو للاخر. هنا يا حبايب قلبي كده خلصنا تجهيز الفطار، قطعنا الخيار والطماطم، وادي الفول بتاعنا اهوت الف هنا يا رب. حمرنا بطاطس وجبنا طعميه او فلافل، دي مقرمشات ولادي بيحب يفطروا بيها، وحمرت بتنجان ورشيت عليه كزبره وشطه كده. هنروح كده نفطر مع بعض ونفطر، وبعد كده نرجع نكمل الفيديو بتاعنا. ما تنسوش الصلاة على النبي، ما تنسونيش في الاشتراك لو لسه ما اشتركتيش. يسعدني ويشرفني انك تشتركي معانا وتفعلي زر الجرس على الكل. هنرجع مع بعض، هغسل البامية ونجمعها مع بعض ونشوف الفيديو بتاعنا. بحبكم في الله حبايبي، وما تنسوش الصلاة على النبي. صلوا على النبي كتير، همومكم كلها تزول. فطرنا الحمد لله، والف حمد وشكر لك يا رب. تعالوا كده هنا الباميه كده بعد ما غسلتها سبتها كده صفت زي ما انتم شايفين ونشفت كده. تعالوا كده مع بعض نجرمها ونشوف بقيه الفيديو بتاعنا ازاي وهنفرزها ازاي. تابعوا معايا الفيديو. تعالوا كده هوريكم بنعملها ازاي. بسم الله اهي. طبعا الباميه بتاعتي من النوع اللي هو احمر الحلو ده بتبقى باميه مسكره. حاولي لما تشوفيها تجيبيها. في نوع اخضر وفي نوع بيبقى ايه تحسيه زي ما انت شايفه كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهي. طبعا هتجرمها ازاي؟ بسم الله اهي. هتروحي جايبه الراس، هنشيل الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت كده. هتعمليها كده، تحاولي تلفيها كده زي ما تكون انت بتعملي ورده. شايفين الشكل ده اهو؟ ولو كبيره زي كده مثلا بتروحي قسميها اتنين، تمام كده. هعمل اللهم صل على سيدنا محمد كل الكميه اللي معانا ديت علشان بس الفيديو ما يكونش طويل،
وهارجع نكمل مع بعض بقية الكمية بتاعتنا. طبعا اليومين دول موسم البامية اساسا، فحاولي تجيبي لو كيلو، المهم يكون عندك، وعلى قد مقدرتك هاتي، مش شرط تجيبي كمية تعملي منها. تمام اهو، شايفين انا بعملها ازاي اهيت، علشان انا هكمل انا الكمية، وبعد كده اللهم صل على سيدنا محمد هنرجع احنا نكملها مع بعض. شايفين اهي، لو هاتة كبيرة بتعمليها زي ما انا بعملها، دي طريقة امهاتنا زمان وجداتنا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيب الله. هكمل انا الكمية وهرجع اوريكم شكل بعد ما نخلص. كده قطعنا، خلصنا كل تجميع البامية، ودي كده الكمية اللي معانا اهي، بسم الله ما شاء الله، كمية محترمة اهي. هعمل فيها ايه؟ هحط عليها مية من الحنفية عادي، وهرفعها على النار لحد ما تغلي معانا 5 دقايق. يعني بعد المية ما تغلي 5 دقايق، بعد ما تغلي المية هتسيب البامية دي حوالي 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير تغلي في المية السخنة، وبعد كده هتنزلي عليها بمية ساقعة على طول، وتفرديها على اي حاجة تبرد، وبعد كده بنعبيها في اكياس، وهوريكم الطريقة بعد ما نعملها. تمام. هنا كده حطينا على البامية مية عادي من الحنفية اهيت، ورفعتها على النار من غير ما تضيفي ليها اي حاجة. كل اللي هضيفه وانا متعودة عليها وعن تجربة، ان انا معايا برطمان من الدجة اهوت، ديت فلفل احمر على توم طلعها طبعا من الفريزر، توم على فلفل على خل. تمام. اخد منه معلقتين كبار، بسم الله، اخد منه معلقتين كبار اهي، دي هريسة فلفل احمر او دجة زي ما بتسموها، دي فلفل احمر على توم على خل وليمون مالح. تمام. يبقى انزل بمعلقتين كبار كده، بسم الله، ادي واحد، ادي 2 بس، وهنضيف معلقة ملح كبيرة. تقلبي الكلام ده كله كده وتسيبيها لحد ما تغلي معاكي حوالي 10 دقايق بعد ما المية تغلي عليها، وبعد كده هننزلها على حمام مية باردة خالص، وتفرديها على حاجة لو كمية معاكي، وتسيبيها تبرد، وهنعبيها في أكياس تخزين. كل اللي أنا هعمله هسيبها على النار لحد ما تغلي، وهوريها لكم بعد ما هنزلها على طول انزل عليها بميه ساقعه خالص من الحنفيه، مش ميه فيها تلج ولا حاجه، ميه من الحنفيه بس تكون ميه جاريه كتير عليها، علشان نحاول نبردها شويه ونسيبها عشان دانها محتفظه باللون. ولا بضيف كربوناتو ولا بضيف اي حاجه ليها غير اللي انا عملته ده، وربي شاهد عليا انا بعملها كده كل سنه، وبدنها معايا بالسنه للسنه واكتر من سنه كمان في الفريزر. تمام. هي كل اللي انا حطيته معلقتين منها ريست الشطه زي ما انتم شفتوا، والميه هتغلي عليها حوالي 10 دقايق، وبعد كده هنزلها. تمام كده. وده اسهل طريقه لتخزين الباميه معاكي للسنه وهوريها لكم واحنا بنعبيها. تمام. بعد ما الباميه غلت 10 دقايق، شايفين اهي، شايفين بسم الله ما شاء الله اهيت اهي كده، خدت بالظبط 10 دقايق بعد ما الميه غلت عليها. طفيت عليها الاحمر دوت يا بنات، الفلفل اللي انا حطاه. تمام كده. هاخدها على ميه ساقعه جاري على طول عشان تبرد مني. تمام. وهفردها على حاجه عشان تبرد. تعالوا بقى عشان نجهز الغدا. معايا اللهم صل على سيدنا محمد نص كيلو من اللحمه، وطبعا انا هاخد كميه من الباميه اهيت علشان هنعملها مع بعض. دي من اللي احنا لسه عاملينها، هطبخها النهارده، وهيكون الغدا بتاعنا شويه حته لحمه وحبه باميه وشويه رز بالشعريه، وهوريكم شكل الباميه بعد ما نعبيها والغدا بتاعنا. تمام. هي هنجهز غدينا النهارده. سبت كده الباميه كده بعد ما نزلتها في ميه وفرقتها، هعمل الغدا الاول وبعد كده هنشوفها مع بعض. معايا نص كيلو من اللحمه، هنزل عليه ببصلايتين، قطعيهم زي ما انت عايزه، جوانح شرايح زي ما تحب، عشان احنا كده كده هنسلقها، بس انا بديها تشويح الاول عشان تنزل كميه الدهون اللي فيها وكده. تمام. هحط ده على النار، وبعد كده هنكمل مع بعض ونعبي الباميه بتاعتنا ونشوف شكلها. تمام. انا هحط اللحمه ونرجع مع بعض. دي شكل الباميه اهي زي ما انتم شايفين، حطيتها تحت الحنفيه عليها ميه بارده على طول، وبعد كده فردتها على صينيه زي كده تبرد خالص. شايفين اهي لونها اخضر وحلو، وبعد كده هعبيها في اكياس.
كده بعد ما سبت الباميه خالص هتبرد معانا خالص وتتعبى في كيس. تعالوا بقى بالنسبه للي انا هطبخ، طبعا الحبه اللي انا خدتهم. في ناس بتحب تطبخ الباميه بالطريقه دي، بتسيبها زي ما هي كده، الجرن بجرنه زي كده. لا انا لا، ما بحبهاش كده. انا بحب امسكها اهرسها كده بشوكه او بالمعلقه اللي في ايدك، اصل كده كده هي اتسلقت. تمام اهي. بديها هرسه كده خالص. تمام اهيت. لازم اهرسها خالص، ما بحبش الجرن كده يا بنات في التخديعه بتاعته. تمام انا ههرسها. وديت كده حطيت هنا التخديعه بتاعتها هي السباكه. طبعا كلنا بنعرف نعمل تسبيكه الباميه. تمام دي التسبيكه. ودي الباميه كده هكملها هرس. تمام. سيدنا محمد اللحمه كمان بتتسلق. هعمل شويه رز بالشعريه ونشوف الغدا بتاعنا. شايفين اللحمه بتاعتنا؟ انا دايما بحب اللحمه الملبسه دي يا بنات، بتبقى طعمها خرافه، تحفه تحفه تحفه. ايه رايكم؟ شايفين الشوربه بتاعتها صافيه وجميله بسم الله ما شاء الله عليها. ودي تخديعتنا، وده الباميه اللي هنعملها النهارده. بس انا ههرسها خالص خالص يا بنات وهوريها لكم عشان انا ما بحبهاش بالجرن كده. تمام. هسيب اللحمه كده تكمل سواها. واللهم صل على سيدنا محمد. همسك دي اهرسها خالص كده قبل ما انزل بيها في التخديعه، عشان لو اتحطت مش هعرف احكمها ان هي تتهرس. عندك هرسه بقى بتاعته اللي هي بتاعه البتنجان، او اللي عايزه تعمليها بالهاند بلندر. بس انا بعملها كده، بحاول ان انا اخفي الجرن كده، ما بحبش يعني ايه الباميه بجرنها كده. طبعا انا اساسا دجه قديمه زي بتوع زمان، ما بحبش الجرن كده زي ما هو. اهي كده اتهرست. هحطها في التخديعه وهسويها وهعمل شويه رز بالشعريه. وكده اليوم بتاعنا يكون خلص. بحبكم في الله. تابعوا معايا الفيديو ونشوف غدانا ونشوف الباميه بعد ما نعبيها. هنا كده بنعبيها اهو. ما في داعي عودك على اشياء. بتحطي الكميه اللي بتكفيه. يستخدمين بقى في علب زي ما انتوا عايزين. عن جد هي حبايبي كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ربنا يا رب يجازينا على قد تعبنا، وربنا يرضينا يا رب في صحتنا وعافيتنا، ويعين كل ست بيت وكل زوجة وكل أم وكل واحد بيشوف مصالح بيته وخدمة ولاده. إن ربنا يا رب يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويخدمهم ويديله ويجعله كل تعبه كله في ميزان حسناته. هنا كده عبينا البامية وحطيتها في أكياس من بتاعة التلاجة هي. خلاص هي بردت. هدخلها بقى الفريزر تتجمد، وبعد كده هلمها في منظم من منظمات التلاجة واحسبها. تمام. واللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا بقى نشوف الغدا بتاعنا برضو جاهز معانا. بسم الله بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. صلوا على النبي حبايبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شايفين الشوربه اللون الحلو بتاعها ده؟ حته لحمه سكر كده يعني. بصوا ما اقولكمش. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا كده معانا غدينا النهارده. يوم بسيط على فكره. اليوم على فكره انتوا بتشوفوا الفيديو في ربع ساعه او تلت ساعه، بس والله العظيم يكون واخد تعب. وبصوا شايفين الباميه؟ بسم الله اهي. طبعا اهي الباميه كده بعد ما هرسناها شايفين شكلها؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. اهو احلى شويه باميه تاكليها على طريقه امي وستي زمان. ده الباميه اللي على اصولها. لا تقولي لي بقى لحمه ولا بتاع. انا عامله اللحمه بس مش حطيتها في الباميه، بس انا خدت من شوربه اللحمه حطيتها على الباميه. تمام. انا بحب الباميه كده يا بنات، اللي عايز يحط فيها لحمه يحط عادي، واللي مش عايز برضو عادي. اللهم صل على سيدنا محمد. وعملت شويه رز بالشعريه. بسم الله. شايفين؟ بصوا مفلفلين كده، حاجه كده عظمه اهو. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. ربنا يا رب يجعل تعبنا ده كله في ميزان حسناتنا. وهنا بنكون وصلنا نهايه الفيديو. اشوفكم حبايبي على خير في فيديو جديد، وبحبكم في الله. يا رب اكون كده ما طولتش عليكم واكون خفيفه على قلوبكم. وما تنسونوش في اللايك لو عجبكم الفيديو يا ست الكل، وتصلوا على النبي في الكومنتات وتحطي لي احلى لايك. بحبكم في الله. نغرف غدانا بقى ونتغدى. اشوفكم كده على خير في فيديو جديد واستنوني.